عارفين أغنية شادية الشهيرة اللي كانت بتقول سوق على مهلك سوق؟ احنا بقينا في القرن 21، وعلى الرغم من كده ما بقناش نسوق على مهلنا ولا حتى نمشي على مهلنا. احنا بقينا بندوس على أي زرار نقابله في سكتنا، بندوس من غير ما نفكر هو شغال ولا لأ. احنا مش بندوس وبس، احنا بنهزم الزرار بالقضية، بنفضل ندوس. عشان كده خصصنا حلقة مخصوص نقول فيها رسالة لناس كتير: دوس على مهلك دوس. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كلام فاضي بس مهم. النهاردة بنتكلم عن موضوع أكيد كلنا مرينا بيه. هو احنا ليه بندوس على زرار الأسانسير كذا مرة؟ يمكن ناس كتير ما تعرفش إن الأسانسير أول ما بتدوس صباعك على الزرار بيجيله إشعار رسمي نوتيفيكيشن، بس احنا ككائنات بشرية عظيمة لأ، لازم ندوس تاني وتالت وعاشر، كأن الأسانسير نايم وإحنا بنقوله قوم يا عم عندنا مشاوير. في نوع من الناس بيحس إنه عبقري في نفسه، بتلاقيه بيدوس على الزرار جامد، يعني بيتك قوي على الزرار، يمكن عشان الزرار يخاف منه ويمشي أسرع. يا جماعة الأسانسير مش عربية كارو، مش هيمشي أسرع لو زعقتله. وعلى فكرة دي مش مشكلتنا مع الأسانسير بس، نفس المرض ده عندنا في الحياة. بتفتح واتساب 45 مرة في الدقيقة مع انك عارف الرسالة لسه ما وصلتش، بتعمل ريفريش للفيسبوك كأنك بتعمل انعاش لقلب ميت، والتلاجة يا سلام على التلاجة بتفتحها 20 مرة في اليوم كأن في عفريت جواها بيزق اكل جديد ما بين الرف والباب. احنا عندنا مرض اسمه وهم التحكم، بندوس عشان نحس اننا مسيطرين، لكن الحقيقة احنا مجرد ركاب في اسانسير كبير اسمه الحياة، والزراير اللي بنقابلها في حياتنا كلها ديكور. بس برضو في حاجة رومانسية كده في الموضوع، انك تلاقي نفسك واقف مستعجل تدوس وتكتشف ان اللي واقف جنبك بيعمل نفس الحركة، فتضحكوا زي 2 مجانين فاكرين ان هما بيشغلوا العالم بزراير. في الاخر نصيحة من اختك: دوس مرة واحدة واصبر، لو الاسانسير مجاش يا اما عطلان يا اما انت محتاج تعيد تقييم حياتك. كانت معاكم حبيبة جمال والكرياتيف بروديوسر محمد جلال، واستنونا في حلقة جديدة من بودكاست كلام فاضي بس مهم، وما تنسوش اللايك والشير والفولو. سلام.